هو ده على حسب الغلطة وحجمها والنتائج المترتبة عليها. يعني مثلا في أخطاء عشان نصلحها محتاجين تدخل بابا مثلا أو راجل يحل الموقف، وهنا طبيعي يبقى في مواجهة بس ما تبقاش عشوائية، لازم يبقى ليها ضوابط عشان تحقق الهدف منها. ضوابط زي ايه؟ هسألك الأول بصراحة كده، هدفك تواجهيه عشان تحلي المشكلة ولا عشان ما يكررش الغلط ده تاني ويرجع لطبيعته ويبقى شخصية كويسة؟ أكيد طبعا نفسي إنه ما يكررش الغلط تاني ويبقى شخصية كويسة. جميل جدا، يبقى كده محتاجة تحسسيه إن هو شخص قابل للتغيير للأفضل، وإنك لسه واثقة فيه وهو يقدر ينهض بثقتك فيه. تحسسيه إنك الغلط ده يقدر يصلحه، يقدر يرجع يبقى شخصية كويسة. محتاج يحس إنك بتواجهيه عشان بتحبيه، عشان بتقوميه مش بتحاربيه، بتواجهيه عشان تساعديه يحل المشكلة ويرجع للطريق الصح. وفي نفس الوقت هو لازم يتحمل مسؤولية الخطأ ده، ويبقى فيه اتفاق وتعهد منه انه يتحمل مسؤولية الإصلاح. يعني لازم أبين له شروط التوبة عن أي ذنب، يبقى فيه ندم، يبقى فيه توقف عن الفعل ده، يبقى فيه عزيمة ان انا مرجعش للطريق ده تاني. لما واجهه بقى هقول له لو في اي حاجة متوقع ان هي تشدك للطريق الحاجة الوحشة دي تاني قولي عليها عشان نفكر نواجهها ازاي، نفكر ما نتغلب عليها ازاي. ده اللي هتحطيه في اعتبارك لو انت قررتي تواجهيه، يعني كأنك صديق بيحاول يدعمه ويشده للطريق الصح تاني، مش هتواجهيه كوكيل نيابة بقى بيديله اتهامات وسين وجيم وليه لا، انت صديق بيدعم بيشد في الطريق الصح، بيقول له وعدني ان انت ترجع للطريق الصح وتلتزم بيه وتبقى قد ثقتي فيك. دي المواجهة. لكن لو غلطة بسيطة بقى هقولك تعملي ايه. تفتكري هو ليه بيخبي عنكم الحاجة الغلط اللي هو بيعملها؟ اكيد لانه خايف من رد فعلنا لما نعرف حاجة زي كده. بالظبط، هو ممكن خايف من رد فعلكم ومن العقاب، او السبب التاني انه يكون خايف على صورته قدامكم وخايف على زعلكم، والسببين اعتقد ان هما حاجة ايجابية وكويسة بالنسبة لنا. احنا عايزين احساس القلق وهو بيغلط والاحساس بالذنب ده يفضل معاه، لانه البني ادم لما يغلط وهو مطمن غير لما يغلط وهو قلقان انه ينكشف. احنا عايزين ان احساس القلق ده يفضل معاه عشان على الاقل يقدر يتراجع، يبقى فيه حاجة مخوفاه، حاجة قلقاه، ما يبقاش مطمن. لانه ساعتها لو حصلت المواجهة واتكسر حاجز الخوف ده هيتجرأ ويعمل غلط اكبر من اللي احنا كشفناه، هيبقى خلاص مش خايف انه يتكشف، فطبيعي هيتجرأ ويعمل حاجة اكبر. الاهم كمان من المواجهة او عدم المواجهة ان احنا نفكر ايه الاسباب اللي بتخليه يعمل الحاجة دي، ونفكر كويس قوي عشان نعالج فعلا المرض مش العرض. نفكر يا ترى ايه اللي خلاه يعمل الحاجة دي. ممكن يكون في احتياجات احنا مش واخدين بالنا منها، حاجة هو عايز يثبتها، فكرة عايز يجربها من باب ان هو سن مراهقة وحابب يجرب الحاجة الجديدة. ده على حسب الحاجة او السلوك اللي هو عمله. احنا دايما نفكر في السبب وايه اللي ورا السبب، من احتياجات غير مشبعة مثلا. نفكر كويس ونصارح نفسنا، مش عيب ان احنا نصارح نفسنا عشان نكتشف الخلل فين ونعرف نصلحه عشان فعلا ما نوجهش مجهود في حاجة احنا مش عارفينها، لا نبقى عارفين الخلل فين عشان نوجه جهدنا ناحية الهدف ده ونشتغل عليه، وكده يبقى فيه نتيجة حقيقية، مش مجرد ان احنا بنعدي موقف وخلاص. لا، المهم نعرف الموقف ده حصل ليه، وراه ايه، عشان نعرف نشوف الخطأ فين ونحاول نصلحه. ويا رب تكون اجابتي كانت مفيدة ليكي. ميرسي حضرتك جدا. فعلا محتاجة افكر تاني. كلام حضرتك محتاج تفكير، وضحتيلي كام نقطة. متشكرة جدا.